اكيد لو انت دخلت على الفيديو ده يبقى انت بتعدي بلعنة ما بعد الفركشة. معلش يا صديقي او يا صديقتي، هي الدنيا كده، مش حاجة بتكمل. حتى شعرك واسنانك هيسيبوك ويمشوا. عايزك توعديني ان انت عمرك ما هتسيبيني. احلفي. وانا مصدقك. عارفه ليه؟ عشان انا كمان عمري ما هسيبك. تصبح على خير. يا سلام على الحب. رغم ان كلنا دايما بنحلم بالعلاقة المثالية اللي تكمل معانا لحد ما نموت وتفضل لحد ما شعرنا يبيض ونبقى احنا الاتنين بنمشي نتعكز مع بعض كده وبتاع زي ما بنشوف في الفيديوهات الكيوت اللي على انستجرام. بس يمكن 90% مننا عمره ما بيشوف العلاقة دي لحد ما بيموت، وبتموت لوحدك للأسف. بقول لك لا، مش موافق. مش موافق تلبسي كروب توب، ومش موافق على البيست فريند الولد. وانت شايفاني ديوس؟ خلاص يعني هنسيب بعض؟ ده اخر الكلام عندك؟ اذا مع السلامة. قبل ما اقفل عايز اقول لك حاجة، انت اصلا ولا شكلك حلو ولا نيلة، وانا كنت بكبر بخاطرك بس باخد ثواب. وشخصيتك زبالة. ويلا غوري في ده، مش عايز اشوفك تاني، كويس ان هي جت مني. مفيش احسن من ان انت تبقى سنجل والله. طيب عمرك سألت نفسك هل في فترة معينة انت محتاجها عشان تنسى حد انت بتحبه؟ يعني مثلا لازم يعدي سنة او يعدي 6 شهور عشان مخك يقدر يطلع من جواه بني آدم كان محفور؟ حد كنت بتقضي معاه وقت كبير قوي او كنت بتشوفه كل يوم، تعملوا مع بعض حاجات كتير قوي ما بتتنسيش، كل حاجة بتفكرك بيه، الأماكن، الأغاني، الأفلام، وشغلانة مهببة. ولو انت او انتي من النوع اللي بيحب بجد مش بيحب كده وكده زي اللي بيحصل اليومين دول، فانت اتكتب عليك تتعذب. الحب عذاب. مفيش عذاب يبقى انت محبتش بجد او ما تحبتش بجد. معنى ان انت في علاقة فيها حب بجد بين الطرفين لازم انتوا الاتنين تطلعوا عين بعض، ولازم انتوا تبقوا اكتر اتنين بتعرفوا تنرفزوا بعض، والا مش هيبقى حب. فالحب دايما على مر التاريخ مرتبط بالعذاب. طيب يا عم كريم، ما تقول لنا يعني محتاجين قد ايه عشان نخلص من الشغلانه السوداء دي؟ والله يقال ان انت محتاج من 4 ل6 شهور عشان مخك يبتدي يتجاوز علاقه، يتجاوز مش ينسى، عشان هنقول الفرق دلوقتي. يتجاوز يعني انت دلوقتي بتقضي اول شهر او اول شهرين بعد ما بتسيب حد بتحبه في حرب. انت بتحاول على قد ما تقدر ما ترجعلوش، بتقول خلاص كفايه ده عمل فيا كتير قوي انا مش هرجع له تاني، وهو نفس الكلام مش عايز برضو يرجع لك ويضعف وبتاع. حد فيكم ممكن يضعف ويكلم التاني فالتاني يحاول يصده، او يضعف ويرجع له تاني وتبقى فيلم بيتعاد من الاول وجديد، بلوك ونفك البلوك وبتاع. فلو دي كانت المرة الأخيرة فعلا اللي انتوا مش هتشوفوا في بعض فيها تاني، مفيش حاجة اسمها نبقى أصحاب عشان نبقى متفقين، يعني مفيش حاجة اسمها اتنين سابوا بعض كانوا بيحبوا بعض بجد ويبقوا أصحاب بعدها. انسى، يعني مفيش الكلام ده، الا لو انتوا بقى الشغل مثلا اللي انتوا فيه محتم عليكم ان انتوا تبقوا مع بعض كل يوم بتشوفوا بعض بتاع، ممكن تصبحوا على بعض. يعني يستحسن بلاش برضو، بس لو مضطر ممكن تعمل كده، بس تبقوا اصحاب دي انسى. فلو قدرنا ان خلاص انت كده سبت ودي اخر مره كنت هتشوف البني ادم اللي انت بتحبه ده فيها، وفعلا انت دلوقتي قدام الامر الواقع ان انت لازم تتخطى وتخلي مخك يستوعب ان البني ادم ده مبقاش موجود في حياتك تاني. اسهل طريقه تعمل بيها كده كراجل ان انت تشغل نفسك. مبدئيا خلينا متفقين ان الراجل اكتر طريقه ممكن تنسيه ان هو يشغل نفسه، يشغل نفسه بحد جديد، يشغل نفسه بشغل. المهم ان انت بجد تخلي عقلك على طول مشغول، ما تسيبوش للتفكير. هتقعد تفكر يا باشا ليلتك مهببه، بالذات في اول شهرين دول، بالذات اول شهرين دول هتتعذب عذاب.
لان التفكير كده كده هيجي، ما تقلقش، انت كده كده هتقعد في وقت من الاوقات لازم هتفكر، لازم هتفتكر، لازم، بس طول ما انت بتشغل نفسك وقت اكبر بالذات في اول شهرين، طول ما انت هتقدر تتخطى اكتر شويه. بالنسبه للستات، العلم بيقول ان انت بتبقى محتاجه هيلينج، استشفاء من العلاقه. طبعا يعني احنا هنتكلم على الطرفين. لو مثلا الراجل هو اللي كان وحش والست كانت بتستحمل كتير، البنت استحملت وهو مثلا كان بيخون او بيكذب او بيعمل اي حاجه وهي استحملت وادت فرصه واثنين وثلاثه، ونركز قوي في حته فرصه واثنين وثلاثه دي عشان دي مهمه قوي في الكلام اللي هنقوله، ودي مهمه قوي في ان انت تعرف ان انت كده خلاص خلصت فعلا، مش عايز البني ادم ده تاني ولا لسه بنشد وبنرخي. فلو انت بتديله فرصه واثنين وثلاثه واربعه وبرده ما بيتغيرش وبيفضل زي ما هو وبيرجع لك بنفس الغلطات تاني، فانت لما بتخرجي من العلاقه التوكسيك دي بتبقى انت محتاجه استشفاء، بتبقى انت محتاجه هيلينج. يعني ايه هيلينج؟ طبعا مفهوم الهيلينج على الانستجرام اللي هو بقى البنات تروح حفلات وتصاحب 14 واحد بعد اول شهر عشان تنساه، اللي هو اللي بنسميه يعني ريباوند. طبعا لو عملتي كده تبقى انت بتظلمي نفسك، انت ما بتظلميش اي حد تاني، هو خلاص راح في حياته وفي مشواره، انت بتظلمي نفسك انت بس، وكل اللي انت بتعمليه ده هيأثر عليكي بعدين. طيب المفروض تعملي ايه؟ المفروض ان انت تحاولي على قد ما تقدري ان انت تبقي منطقية مع نفسك، عشان دي مشكلة بتبقى موجودة اكتر عند الستات. الراجل بيعرف يبقى منطقي، لو هو ادى فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وخلاص حس ان مفيش امل، مهما كان بيحبه ومهما كان متعلق بيقعد شوية كده يقول طب خلاص، طب ما وبعدين، ما خلاص انا دلوقتي عرفت ان مفيش امل، البني ادم ده هيفضل كده او البني ادمه اللي معاه دي هتفضل كده. فالراجل بيعرف يفكر تفكير منطقي شوية. اه انا بحبها واه مش عايز اسيبها وكان نفسي نكمل مع بعض وكان نفسي نتجوز وكان نفسي نخلف وكان نفسي نعيش احلى قصة حب في الدنيا، بس الواقع بيقول العكس، ان البني ادمه دي مش هتتغير وحياتي معاها هتبقى جحيم للابد. فالمنطق بيقول ان لازم امشي من العلاقة دي. الستات بتبقى بتفكر بطريقة مختلفة او عاطفية اكتر شوية. في ستات بتبقى هي الغلطانة مثلا وبتوهم نفسها ان هو اللي كان غلطان، وده اكتر حالات بتخلي الستات بعد فترة كبيرة تحس ان ايه ده، انا اتجوزت واحد ما كنتش بحبه، وتبتدي تفتكر الحب القديم اللي هي حست ان بعد ما شافت كذا راجل تاني ان هي ظلمته شوية. ده بيحصل لستات كتير قوي بالذات بعد ال30 يعني وبعد فترة جواز، وللأسف ده بيأثر على جوازها بقى اللي هي خلاص حياتها اللي هي عملتها، او لو خلفت وكده بيأثر عليها، وللأسف في حاجات كتير قوي بتتطور لبلاوي وجرايم بعد كده يعني، بسبب ان كان في حب قديم هي فكرت ان هي تخطته وقعدت تقول ان هو اللي كان وحش ومش عارف ايه وبتاع. فده يجيبنا الموضوع اللي كنا لسه بنقول عليه، ندي فرص. انا لو طالع من العلاقه ومقتنع من جوايا بجد ان انا مش غلطان، ان انا اديت 50 فرصه وان انا عملت كل اللي اقدر اعمله خلاص مفيش حل تاني، ده بيساعدني شويه ان انا اقدر اتخطى العلاقه دي، وان انا بعد سنين طويله ما احسش بالذنب. لان في علاقات وانا شخصيا جربت ده، انت ممكن تعدي عليها سنين طويله قوي وبعد كده تحس تصدق انا ظلمت الشخص ده، ده يخليك تبقى غصب عنك بتفكر فيه تاني. وفي علاقات انت بتبقى طالع عارف ان انت بجد عملت اللي عليك وان ما كانش في اي حاجه تانية تتعمل وان انت مش غلطان في اي حاجه، فده بيقدر يساعدك شويه ان انت خلاص انت من جوه مرتاح، عارف ان انت عملت اللي عليك وازيد. فلو انت او انتي عملت اللي عليك في العلاقه بجد لحد الاخر وخلاص ما كانش في اي حاجه تانية ينفع تتعمل، لما يعدي عليك وقت طويل وفعلا تتجاوز وتتخطى العلاقه خالص، انت ولا هتبقى بتحب البني ادم ده ولا بتكرهه. انت ممكن تبقى تتمنى له الخير من جواك فعلا وعايزه يعني ربنا يوفقه في حياته كده، بس خلاص انت من جواك هو ما بقاش موجود. عكس ما انت تكون طالع من علاقة ودايما حاسس من جواك بحتة ذنب او حاسس ان انت ظلمت الشخص اللي كان معاك دوت، فتيجي يعدي عليك سنين طويلة وتلاقي نفسك عمال تفكر تقول بس انا كان المفروض عملت كذا، بس انا كان المفروض اديله فرصة كمان، بس انا كنت المفروض مش عارف ايه. خلي بالك بقى قوي 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 من الحته دي، ما تسيبش وما تطلعش من علاقه بالذات لو حب حقيقي او انت بني ادم انت متاكد ان انت بتحبه وهو بيحبك بجد وبتاع، ادوا بعض فرص على قد ما تقدروا، عشان إيه لو ما اديناش فرص وسيبنا بسرعه كده وبتاع، بالذات لو في حب بجد يعني، يا الا هيحصل حاجه من الاتنين، يا الا بعد فتره كبيره حد فيكم هيكلم التاني وهتبقوا وحشين بعض وهترجعوا لبعض، يا الا مش هتعرفوا ترجعوا لبعض لظروف حد اتجوز بقى حد مش عارف ايه وبتاع، وده هيأثر عليك في حياتك اللي انت بنيتها بعد كده. فخلي بالك من الموضوع ده قوي.
وبرضو عشان بينك وبين ربنا انت تبقى عارف ان انت ما ظلمتش بني ادم كنت بتحبه كان بيحبك، ودايما يعني اي علاقه فيها حب انت بتبقى عملت له حاجات كويسه وهو عمل لك حاجات كويسه وبتاع، فبيصعب عليك بعد كده تقول والله ده كان كويس ومش عارف ايه، وتبتدي تفتكر الحاجات الحلوه. مخك دايما في الفتره دي هيهيألك ان كل حاجه كانت حلوه، وهتنسى الحاجات الوحشه اللي حصلت، فهتلاقي نفسك بتفتكر الحلو بس. فدايما حاول تخلي في توازن، ما تخليش مخك يضحك عليك. لو انت سبت وانت مقتنع افتكر الحاجات اللي خلتك تسيب، افتكر الحاجات اللي اتعملت فيك خلتك ما تقدرش تكمل. وما تزعلش من الشخص دوت وتخطى بجد، يعني ما تزعلش وتفضل قاعد زعلان تقول اه يا ابن الجزمه او يا بنت الجزمه حسب الله ونعم. لا عادي، انت خلاص عارف ان هو ده كان اخرها، هي كانت لازم تنتهي النهايه دي. وخلي النهايه دايما تبقى كويسه ما تبقاش وحشه. وحاجه عايز اقولها بجد مهمه قوي لكل الرجاله بتتفرج عليا، اوعى ابدا في حياتك تهدد واحده بقى صور نودز مش عارف ايه وبتاع، انت تكون سبتها وهي مثلا مش عايز ترجع لك تاني وتفكر تهددها عشان ترجع لك مثلا. اوعى، عشان يعني دي اوسخ حاجه في الدنيا ممكن الراجل يعملها، ولو انت عملتها وانت صغير لما تكبر وتعقل هتندم قوي ان انت عملت كده. فاوعى ابدا تحاول ترغم بنت ان هي ترجع لك وهي تكون مش عايزاك بجد. الراجل ممكن يعني يصعب عليه نفسه ويحس بضعف، يقول يعني ايه واحده تروح مني وتبقى مع راجل تاني وتقعد تتخيلها وهي بتعمل نفس الحاجات اللي كانت بتعملها معاك مع راجل تاني وبتاع. ده عادي، هي الحياه كده، لازم تفهم ان عادي والله العظيم. مهما كنتوا بتحبوا بعض ومتعلقين ببعض وانت يا عم كنت اول واحد واخر واحد في حياتها، عادي هي ممكن تسيبك وتعمل نفس اللي كانت بتعمله معاك ده مع حد تاني، وانت لازم تتقبل ده واصلا ما تفكرش فيه خالص، يعني ما تحاولش تتخيل السيناريوهات دي في دماغك تماما. فلو سبت نفسك للمصيدة دي وقررت بقى ان انت ايه عايز ترجعها فهي مش عايزه ترجع لك، فتبتدي تهددها او تقول لها ما اعرفش هفضحك او كده، ابعد عن القصه دي خالص 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 من الاول اصلا، فاهم؟ عشان تريح دماغك، وعشان انت اصلا في نظر نفسك هتبقى شخص يعني زباله قوي. ان انت اللي هو اولا بتغصب على حد مش عايزك ان هو يبقى معاك، وبعدين طب ماشي يا عم هي قبلت التهديد دوت وجت وبقت معاك، انت هتحس بايه؟ هتحس ان انت كده مبسوط؟ لا طبعا، ده هتلاقيه مش ده البني ادم اللي انت كنت بتحبه بقى وبتتبسطوا مع بعض وبتاع. هي هتبقى معاك عشان بتهددك، هتبقى كرهاك، ولو طالت تقتلك هتقتلك، فاهم؟ طب ليه؟ خلي عندك كرامة احسن يعني. بس كده يا اصدقائي، ده كان فيديو النهارده. ربنا يهونها عليك لو انت بتعدي بلعنة ما بعد الفركشة، او يهونها عليكي لو انت بتعدي بلعنة ما بعد الفركشة. وما تقلقيش وما تقلقش، كده كده هتنسى والدنيا هتعدي وهيجيلك ناس تانية وناس هتنسيك وهتفتكر بعد كده. مفيش حد بينسى حد كان بيحبه ابدا، يعني اللي هو تنساه خالص ده ما يجيش في تفكيرك خالص بقية حياتك، ده عمرها ما تحصل. خليك عارف كده ان لو حد دخل حياتك وحبيتوا بعض وقعدتوا مع بعض فترة كبيرة هو هيفضل موجود في تفكيرك في حتة كده معينة على طول، في حاجات هتفكرك بيه. تقبل ده وتعايش معاه عادي جدا، وكل ما تفتكره ابتسم وافتكر الحاجات الحلوة، بس مش في الفترة اللي في الأول دي، بعدها بقى بعد سنين افتكر الحاجات الحلوة واضحك وقول كويس إن إحنا عدينا في حياة بعض، أكيد اتعلمنا من التجربة دي حاجة. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.